اول ما بدات رحلتي في تعديل السلوك كنت فاكره ان اهم حاجه ان انا اطبق الادوات وانفذ النموذج اللي قصادي بالظبط. واول خطه ليا كانت مع طفل توحد، داخله بكل حماس، محضره ادواتي، محضره نموذج الخطه وناويه انفذه بالظبط. لكن عشان مش كل حاجه دايما بتمشي زي ما احنا مخططين لها، الطفل دخل بنوبه غضب وسلوك رفرفه رهيب جدا. ارتبكت ووقفت وخفت كده ان الخطه تبوظ والمشرف بتاعي يفتكر ان انا مش محضره كويس. لو انت اخصائي تعديل سلوك وبتتعامل مع اطفال احتياجات خاصه، تعالى اقول لك تعمل ايه في موقف زي كده. الامور ما بتمشيش كده. خليك عارف ان الاطفال عموما واطفال الاحتياجات الخاصه بالذات بيحصل معاهم كتير مفاجآت وانت بتطبق الخطه بتاعتك. ولاني كنت في بدايه مشواري ما كانش عندي معلومات كافيه عن السلوكيات النمطيه زي الرفرفه اللي ممكن يعملوها اطفال التوحد، وده خطأ كبير اوعى تقع فيه. الخطأ التاني اللي وقعت فيه هو ان انا ركزت على وقف سلوك الرفرفه، فكان كل اهتمامي مركز ان انا اخلي الطفل يثبت في مكانه بغض النظر انا كنت بعمل ايه، وده خطأ تاني. وعشان ما تقعش في الاخطاء اللي زي دي واكتر، تعالى اقول لك تعمل ايه. رقم 1، لازم يبقى عندك معلومات كفايه عن السلوكيات النمطيه اللي ممكن يعملها الاطفال عموما واطفال الاحتياجات الخاصه بالذات. سلوك الرفرفه او اي سلوك نمطي تاني بيعملوه اطفال التوحد كنوع من التهدئه الذاتيه، يعني هو جهازه العصبي بيديله اشارات عشان يهدي نفسه من التوتر فبيعمل السلوك ده. مالكش دعوه، ركز في شغلتك واعمل الهدف بتاع الجلسه طالما لا يتعارض مع السلوك اللي هو بيعمله. يعني طالما مش هدفك ان انت تثبته في مكانه، خلاص اشتغل الهدف بتاعك حتى لو هو قدامك بيرفرف مثلا. النقطه الثانيه، السلوكيات النمطيه زي الرفرفه والتسقيف وغيرها بتتقسم عندنا لقسمين كبار: سلوكيات يمكن تجاهلها وسلوكيات لا يمكن تجاهلها. السلوكيات اللي يمكن تجاهلها يعني هي مش مضره في حد ذاتها، ما بتضايقنيش كاخصائي، ما تاثرش معايا انا كأم، يعني السلوك مش فارق، سيبه يعمله طالما ما بيأذيهوش او ما بيأذيش حد تاني. ساعتها بنتجاهل السلوك خالص وبنشتغل عادي. القسم التاني من السلوكيات دي بيبقى سلوكيات مضره، وساعتها لازم انت لو اخصائي رئيسي او لو انت اخصائي تنفيذي تراجع الاخصائي الرئيسي بتاعك في ان احنا نحط السلوك ده كجزء اساسي من الخطه. يعني ايه؟ سلوك زي ضرب القفص الصدري، او ان الطفل بيخبط راسه بقوه، او انه بيخبط راسه في الحيطه، كلها سلوكيات نمطيه بيعملها برضه بهدف التهدئه الذاتيه، لكن هي مضره، فبيضطر ساعتها الاخصائي الرئيسي انه يعمل لها جزء اساسي في البرنامج لوقفها. بيبقى انت هدفك اصلا وقف السلوك ده، ساعتها انت بتشتغل على السلوك بشكل تاني خالص. في كل الاحوال احتفظ بهدوءك وما تتوترش، وركز هو ده كان هدفك ولا عندك هدف تاني. لو عايز تتعلم كل ده واكتر، عملت لك كورس اساسيات تعديل السلوك تقدر تدخل المجال منه كاخصائي تعديل سلوك محترف. لو مهتم اضغط على اللينك اللي موجود تحت في الكومنتات.